صراع القمة: الزمالك وبيراميدز والأهلي. الزمالك أقرب فريق للثبات، ولو كسب المباراتين فرصته في اللقب كبيرة جدا بدون انتظار نتائج المنافسين. بيراميدز ممكن يكسب أي مباراة بسهولة، لكن ممكن يخسر بنفس السهولة لو الدفاع انهار. الأهلي موقفه أصعب، لازم يكسب المباراتين ويستنى تعثر الزمالك أو بيراميدز. الوضع الحالي في الجدول: الزمالك 50 نقطة، بيراميدز 50 نقطة، الأهلي 47 نقطة. متبقي جولتين فقط، يعني كل نقطة تساوي بطولة. لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. الزمالك: الاستقرار الدفاعي واللعب المنظم. نقاط القوة: تنظيم دفاعي قوي جدا، الفريق بيعتمد على غلق المساحات، التحول السريع من الدفاع للهجوم، استغلال الكرات الثابتة بشكل ممتاز. نقاط الضعف: أحيانا بطء في بناء الهجمة، اعتماد كبير على مهارة فردية في الثلث الأخير. التوقع: الزمالك أقرب فريق للثبات، ولو كسب المباراتين فرصته في اللقب كبيرة جدا بدون انتظار نتائج المنافسين. بيراميدز: أقوى هجوم في المنافسة. نقاط القوة: تنوع هجومي رهيب، اختراق عمق زائد عرضيات، خط وسط مبدع وصانع فرص، قدرة على التسجيل في أي وقت. نقاط الضعف: أخطاء دفاعية مؤثرة، فقدان تركيز في اللحظات الحاسمة. التوقع: بيراميدز ممكن يكسب أي مباراة بسهولة، لكن ممكن يخسر بنفس السهولة لو الدفاع انهار. لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. الأهلي: الخبرة والروح القتالية. نقاط القوة: خبرة حسم البطولات، شخصية قوية في المباريات الكبيرة، دكة بدل قوية. نقاط الضعف: إهدار فرص كثير، ضغط المباريات والإجهاد. التوقع: الأهلي موقفه أصعب، لازم يكسب المباراتين ويستنى تعثر الزمالك أو بيراميدز. السيناريوهات المحتملة: لو الزمالك كسب المباراتين بطل بنسبة كبيرة، لو بيراميدز تفوق بفارق أهداف أو مواجهات ممكن يخطف اللقب، لو الاثنين وقعوا الأهلي ممكن يعمل ريمونتادا تاريخية. الخلاصة تختم بها الفيديو: الدوري مولع، 3 فرق، 3 شخصيات مختلفة. الزمالك تنظيما وثبات، بيراميدز قوة هجومية، الأهلي روح وخبرة. البطل مش هيكون الأقوى بس، البطل هيكون الأقل غلطا في آخر جولتين.